He'll know to maintain the space. السلام عليكم ورحمة الله. البطل المغربي تيجاني بسطاتي من بعد محاولتين فاشلتين في الصعود في الوزن وأخذ اللقب من البطل كوازي قرر أن يغير مساره إلى الفنون القتالية المختلطة. وعندما قلت فشل فلا يعني بأنه انهزم، بل كانت كلا النتيجتين التعادل، وقدم فيها تيجاني بسطاتي أداء محترم، إلا أن النتيجة انتهت بالتعادل. المهم في 2 نوفمبر من سنة 2025 خاض نزاله الأول في الفنون القتالية المختلطة، وفي هذا المقطع سوف نشاهد هذا النزال مع بعض. أنا لحد هذه الساعة سمعت بأن تيجاني أنهى خصمه بالضربة القاضية، لكن لم أشاهد النزال أبدا. قبل أن ندخل في المقطع أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. والآن لنبدأ على بركة الله. النزال كان في أمستردام، يعني في هولندا نفسها. لم يغير البلد حاليا، لكن مستقبلا من الممكن أن يحصل التغيير. ها هو تيجاني يدخل مع طاقمه وفي يده قفازات الMMA. وأتمنى صراحة أن ينجح تيجاني في هذا الطريق الذي اختاره لنفسه. الخصم يرقص على الألحان التي دخل بها تيجاني. تيجاني الآن يقرأ الأدعية. برازيلي إيطالو جوليو. السن ليس بكبير كثيرا، لكن مقارنة مع تيجاني هناك فارق 9 سنوات. تيجاني عمره 28 سنة، لكن يبدو بأنه في أفضل حالاته ومرتاح ولا يعرف يعني من أمامه. بسطاتي من خلال ابتسامة الخصم ورقصه تشعر بأن لديه خطة للقضاء على المغربي. فلنرى ماذا سوف يحصل في النزال. بداية النزال، لكن هل يعقل بأن بسطاتي في هذه الفترة القصيرة تعلم جرابلينج وتعلم المصارعة؟ الله أعلم. بعد الركلات السفلية الآن من بسطاتي. ركلة قوية أطاحت بالخصم، وربما الخصم تعمد أن يسقط في الأرض لأنه يعلم بأن بسطاتي ليست لديه خبرة كبيرة في المصارعة، على عكس البرازيليين معروفين بالمصارعة والجرابلينج. أرى بأن المغربي يستهدف خصمه كثيرا بالركلات السفلية. لحد هذه الساعة بسطاتي يستخدم يعني تكتيك الكيك بوكسين. بسطاتي يسيطر على وسط الحلبة ويضغط على الخصم. ليست لديه أي تقنية. ليست لديه أي تقنية يعني في المصارعة. يعني كما معلوم فنون القتال المختلطة فهي فن قتال مختلط فعليا وحرفيا. يعني يمكنك أن تمسك الخصم بالمواي تاي أو تصارعه في الأرض، يعني لديك الكثير من الخيارات. لكمة قوية، لكمة قوية على الوجه، والخصم ينزل الأرض. بعد الركلات القوية انهاء باللكمات. جيد بسطاتي. كبداية في عالم الفنون القتالية المختلطة كانت نتيجة جيدة. أتمنى أن نراه جيد في المصارعة. الخصم فرح أكثر من تيجاني بسطاتي. هذا مجنون هذا الخصم. مبروك لتيجاني بسطاتي على هذا الفوز. انتصر من أول جولة، ونتمنى أن نراه دائما منتصر وبأداء أفضل إن تواجه مع مقاتل يجيد المصارعة. وبالنسبة لي يعني كشخص محترف في هذا المجال لن أحسب فوز بسطاتي بأنه شيء كبير جدا، بل هو شيء عادي. ومستقبلا عندما يتواجه مع مقاتلين جيدين ومقاتلين مصنفين ويفوز عليهم، هناك سوف يكون كلام آخر. أنتم ورأيكم يا شباب بهذا الأداء الذي قدمه تيجاني بسطاتي؟ هل يستطيع مثلا الدخول إلى منظمة UFC، أو هل بإمكانه أن يذهب لمنظمة الوان تشامبيون ويقارع المقاتلين هناك؟
أنتم أجبونا في التعليقات يا شباب، لكن بيني وبينكم تيجاني بساطي لديه تقنيات كبيرة، ومن الممكن أيضا أن نراه بطل في الفنون القتالية المختلطة، مثلا كما حصل مع أديسانيا أو أليكس بيريرا، فلما لا يفعلها المغربي ويصبح بطل في المنظمات الكبرى؟ هذا ما عندي في هذا المقطع، أتمنى أن تدعموه بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله. هو نبيل حريولي يتوجه إلى الحلبة بنظراته المعهودة. نبيل حريولي يدخل للحلبة. روسلان مقاتل جيد. حريولي لديه 5 مواجهات ب4 انتصارات وهزيمة واحدة، وأعتقد بأن هذه الهزيمة كانت في النزال السابق، فلنرى ماذا سوف يفعل حريولي في هذه العودة. وهذا النزال يا شباب بالمناسبة في الليلة الموافقة 27 سبتمبر من سنة 2025. الجولة الأولى بدأت. حريولي هو الذي يضغط حاليا على الخصم ويمسك وسط الحلبة. لكمة خطافية يسارية، لكن لم تكن قوية كفاية. يحاول حريولي أن يأخذ النزال للأرض على ما أظن. توقعت بأن سوف يلاكمه بكل قوة، وأرى بأن إن لكمه بكل قوة سوف يسقطه، لأن مامادوف بدا لي بأنه ضعيف في القتال الواقف صراحة. ربما يحاول حريولي أن يستغل مامادوف ليتعلم المصارعة أكثر في المثمن. حريولي يسيطر على الخصم في الأرض ويحاول أن يخدعه على ما أظن، على عكس العادة. دائما نتوقع أن حريولي يدخل ويلكم بقوة. كما قلت لكم الخصم ضعيف في اللكمات. يجب على حريولي أن يستغل الفرصة. الخصم ضعيف في اللكمات فليلكمه، لما يعقد الأمور. يلا يا نبيل. لكمة يمينية قوية، لكن الخصم يتشبت به كثيرا ويحاول بما أمكن أن يمنع سقوطه بالضربة القاضية. صراحة حريولي لا تصلح له الMMA، هذا رأيي الشخصي. حريولي يجب عليه أن يصمم في الكيك بوكسين، وأعتقد بأنه أخذ هذا الطريق لكي يدخل لمنظمة UFC. هذا ما أعتقد، والله أعلم، ونتمنى له التوفيق. يعني بعد أن أخذ هذا المنعطف أن يتدرب مع مدربين كفء في هذا المجال لكي يأخذ المصارعة لمحمل الجد ويذهب إلى مستوى مختلف. أما هكذا صراحة يبدو بأن حريولي يحاول أن يفعل شيء، ما هو ذلك الشيء الله أعلم. والآن بدأت الجولة الثانية. الخصم انطلق بالركلات السفلية. هنا إمساك جيد صراحة لحريولي. لو فهم كيف يمسكه جيدا لخنقه.